لبنانية قدرت ان هي ترصد احداث موجودة خارج الحدود الدولية. بمعنى ان انا واحد لو مصري زي ما بيفكر في الهجرة لايطاليا لفرنسا لألمانيا اي دولة، محدش عارف ايه اللي بيحصل هناك. الشوق والميل للعودة لمصر ده بيبقى هدف موجود بعد الازمات اللي بيمر بيها. الحقيقة كمان هي بتلعب دور كبير جدا لان هي مساعدة اجتماعية بالترحيلات في النمسا، يعني اللي بيترحل من الدولة اللي هو موجود فيها عشان يرجع بلده هي موجودة هناك. الحلقة النهاردة أعتقد مع حلقة متميزة لأن أنا هلقي الضوء على كتاب بعنوان لاجئة إلى الحرية، قصة لارا والرصاصة الصديقة بين بيروت وميلانو وفيينا. تشرف النهاردة في الاستوديو الكاتبة اللبنانية سونيا بومعد. أهلا وسهلا بيكي، شرفاني ومنوراني. كل سنة وانت طيبة. انت طيبين. وأعتقد إن احنا عندنا حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها. كمان بتشرفني لارا. أهلا بيك يا لارا. اهلا فيك. لارا بالمناسبة هي عازفة بيانو وبتعشق الموسيقى، ولكن هي كمان هي بطلة الرواية اللي من احنا بنتكلم عليها النهاردة. فهعرف الموضوع من سونيا أكتر. سونيا، ايه الموضوع بقى؟ ايه موضوع الرواية وايه الحكاية؟ بدي بس بالأول عيد الشعب المصري بما اني موجودة اليوم معكم. فرصة لإلي بدي أعيدهم وبتمنى لهم مستقبل حلو لمصر. يعني برمت شوي بهالفترة اللي أنا فيها هون، مش بس حضارة مصر القديمة عظيمة، ولا البناء واللي شفته. شعب مصر هو جزء لا يتجزأ من حضارتها العظيمة، وشعب نفتخر فيه، مضياف كريم عطوف. يعني أنا فترة 6 سنين ما شفت أهلي بعيون كل الناس اللي قابلتهم. عشان انت عينيكي حلوة. تسلم. دي نمرة واحد. نمرة 2، الشعب المصري دائما بيرحب بكل الأشقاء العرب في أي دولة من الدول، لأن دي بلدهم التاني يعني في أي مكان. منورة الدنيا. أكيد. اتفضل. نرجع على السؤال تبعد حكاية بقى لاجئة إلى الحرية. إيه حكاية لارا هنا في القصة؟ لارا بخلال حرب 2006 بلبنان أصيبت لارا بطلق رصاص براسها. لارا اللي هي موجودة معانا، القصة الواقعية الحقيقية. طبيعي. وبعد إصابتها دخلت بالغيبوبة، وكانت حياتها يعني مهددة بالموت يعني، وكان الأطباء قرروا يشيلوا أجهزة التنفس. فلولا رحمة الله تدخلت ولارا رجعت للحياة، وكانت فرحة كبيرة وتجربة. كانت حاسة بدي خبر عنها، مش مثل ما بقول بعض الناس لتاجر بقصة بنتي أو شيء. كنت بدي خبر عنها لأعطي الأمل لكل إنسان صار عنده إعاقة أو صار عنده إصابة أو نكسة، أو لكل هالأمات اللي فقدوا أولادهم بحرب أو صار عندهم إصابات ببيوتهم. بدي أعطيهم الأمل إنه لا، ما تضعفوا، حملوا أولادكم، كافحوا معهم، خليهم يرجعوا يوقفوا على إجريهم. ليه عينيك دمعت؟ أكيد القصة شخصية، هي سيرة ذاتية ويعني منا ولارا بنتك طبيعي. والحمد لله هي حد، مع ان انا قلت انها اختك يعني. طيب انا بقى عايز افهم يعني لارا والرصاصة الصديقة بين بيروت وميلانو وفيينا، ايه الموضوع؟ ايه حكاية الرصاصة دي؟ راحت بيروت وميلانو وفيينا؟ موجودة معاها؟ لا، هي بقيت مطرح اللي خلقت الرصاصة، بس هي مفهوم آلة القتل ليست صديقة. آلة القتل عادة تقتل وليست صديقة. لكن لما نحن نحول أي فعل سلبي لطاقة إيجابية، ففينا حتى الموت والاشياء اللي بدها تغير لنا حياتنا لاشياء سلبيه، فينا بالمحبه بالصبر بالامل نقدر نحن نحولها لاشياء ايجابيه. ونقدر العدو بالصبر احنا يمكن بنعرض الفيديو ده الخاص بلارا، صح؟ هي ده هنا الرصاصه، ده المكان يعني. ده المكان اللي اخترقت فيه الرصاصه. هو الفيديو بالايطالي؟ ده فيلم عملته الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن ضمن القصص اللي هذه هي الرصاصة الصديقة. تمام. لارا قولي لي، يعني فكرة انك تصابي بالرصاصة وانت كنت لاعبة بيانو، ويحصل حالة من الأزمة
وان يبقى في شلل بتتعرضي له، وبعد كده تواجهي الامور دي وتعودي مره اخرى الى انك تكوني عازفه بيانو المره الثانيه. الفتره دي مرت عليك ازاي وعملتي ايه؟ هو صراحة أنا أول ما ولدت كنت عايشة بطريقة إنه مثل كل الأولاد بعيشوها، بهدوء وسلام. وصارت معي الحادثة لما كان عمري 15 سنة. كنت أعزف بيانو فجأة، يعني بدون ما أحس، يعني كل شيء ما بقى عندي شيء منه. بس حاولت حارب وقلت ما بدي أخسر موسيقتي، لازم ضلني على القوة اللي كنت فيها. فأنا بعدني بتذكر يعني إنه ماما جابت لي البيانو تبعولي هيدا الصغير، الكيبورد فيك تقول. فصرت حط إيدي اليسار عليه وحط إيدي اليمين على الأصابع، لأن كانت إيدي اليسار مشلولة، كنت أحملها وحطها على البيانو. كان نصف شلل يعني عنده. فحط أصابيعي هون وارجع شيلها لايدي من هون، واعزف هيك واعزف بالايد الثانيه، وهلو مجرة يعني. فهيدي كانت هيك طورت حالي وصرت ارجع اعزف موسيقى واحلى من قبل كمان. جميل. الامور دي كلها انت شفتيها في روايتك ازاي، بما انها ان هي حقيقه من الواقع؟ هل خيالك بقى دي جزء؟ دائما الكاتب لما بيجي ينقل حاجه من الواقع لازم برضو يدخل خياله بعض الشيء. هل حصل ان خيالك دخل بعض الشيء؟ بالكتاب اجمالا سيره ذاتيه صادقه 100%، وبالاخص السير الذاتيه فيهم شهود، يعني شهود عايشوا المراحل، يعني مراحل الاصابه، شهود عايشوا فتره اللجوء. يعني اكيد في النفحه الادبيه للقصه اللي هي اللي بتعطيها التناغم لحتى تصير عمل ادبي، لانه الاحداث اللي بنعيشها بحياتنا اليوميه احيانا بتكون كتير قاسيه وصعبه. النفحه الادبيه والتسلسل الجميل بيخلي هالتناغم يمشي اللي مش موجود بحياتنا الطبيعيه. ما هي يمكن الجمله اللي موجوده هنا، سونيا بوماد لم تتكلف وهي تسرد ما حدث وما مرت به بموضوعيه تفاجئك بصدقها وشفافيه تلمح فيها سهلة التعبير وانسياب الكلمات وترابط الأحداث. يعني أنت بالفعل من خلال حتى السرد أنت كنت زي ما بنقول عايمة. هل ده من كتر ما أنت جوه القصة فالأمور حالة السرد ماشية معاكي يعني لأنه كل يوم كان يمر هو مليء بالأحداث. يعني كويس. الكاتب لما يكتب رواية، يألف رواية، بيقعد بينه وبين نفسه، بيشوف حياة البطل كيف بده يعملها، بيعيشه هون، بميته هون، هو يعني بيتحكم بمصيره. نحن كانت قصتنا من القدر، يعني من الله، كان الله عم بيتحكم بحياتنا، وانا عم بنقل الاحداث اللي عم تصير، الاحداث اليوميه اللي هي خلال اصابه لارا، كيف رجعت للحياه، كيف هاجرنا وصلنا على النمسا، قدمنا لجوء، كيف قدرنا رجعنا صار عندنا بيت من اول وجديد، كيف فرحنا لما لقينا مخده ننام عليها او سرير كويس يعني يريحك، تعتبر انه سرير يعني نايم. يعني مراحل احداث يوميه يعني. هي من صنع القدر فيما طيب. لارا قولي لي، عبرتي عن الاحداث اللي مريتي بيها من خلال البيانو ولا لسه؟ اكيد في مقطوعه موسيقيه مثلا اكيد خاصه بيكي؟ من بعد ما تصوبت، كان قبل ما تصوبت كان عندي 4 معزوفات انا مألفتهم لحنتهم، هن عن لبنان. و في غنية أنا ألفتها ولحنتها، هي قبل ما أتصوب بنهار واحد. هي بتحكي عن السلام، وبتحكي إنه يا رب ساعدنا وساعد كل واحد بده يطال النجمة. كانت باللغة الإنجليزية يعني، وألفتها ولحنتها على الجيتار وهيك. فمن بعد الحادثة اللي صارت معي ما وقفت أبدا، ضليتني عم سابر وضليتني أشتغل على القصة، وصار عندي 31 معزوفة يعني أنا مألفتهم لحنتهم كمان. ورصاصة ما وقفتني أبدا، بالعكس. احنا يمكن ده جزء فيديو خاص بعزفك. نعم صح. دي حاجة خاصة بيكي ولا حاجة عالمية مثلا؟ لا، احنا لو ينفع نسمع الميوزك دي يا جماعة ولا لا؟
يا سمير؟ هيدي صراحة طب احنا عايزين نسمعها معانا. كمل كمان، احنا كنا عايزين نسمع بس المزيكا معانا. During this war 2006, my daughter gave ده داخل بقى. يلا. هيدي معزوفة، هي معزوفة مخصصة للفيلم اللي عملوا لنا اياه. تمام. بس انا عزفتها على البيانو بطريقتي الخاصة يعني، وزدت عليه اشياء ونقص منها اشياء اللي ما بتعجبني. تمام. طيب سونيا، بعيدا عن دورك ككاتبة، انا بس في عجالة انك انت مساعدة اجتماعية بالترحيل بالنمسا. سجن الترحيل. بسجن الترحيل. قولي لي بقى انت بتعملي ايه بالظبط؟ يعني الناس العرب اللي هم راحوا عشان يهاجروا ويبحثوا عن المال ويبحثوا عن الحرية ويبحثوا عن امور خاصة لطموحاتهم وتفشل الامور والمفروض يرجعوا، انت بتعملي ايه؟ يعني انا سجن الترحيل هو المحطة الأخيرة قبل الأخيرة يعني قبل الترحيل، بيكونوا عندنا وبيتقرر من خلال أوراقهم شو بدو يعملوا فيهم يعني. مطرح ما أنا بشتغل هو مطرح ما بينكسر الحلم. كويس. الحلم يلي قعدوا سنين من الطفولة يحلموه، أوروبا أو الغرب أو الفلوس والستات ويعني وخلاف كل اللي بنشوفهم بالأفلام وبيسوقوا لنا إياهم، لحتى يعني المؤسسات هيدي بتشغل آلاف الموظفين يعني. تمام. بالآخر هي عجلة تدور حول نفسها، بيعملوا أفلام، بياخدوا الشباب، بيمرقوا بمراحل، بيصرفوا كتير عليهم، بيرجعون يعني وشبابنا عم بيكون المفعول به بهالقصة كلها. فالسجن الترحيل كان مكمل للدراما اللي عشتها بهالمرحلة بعد ما كنت لاجئة وعشت مراحل اللجوء كلها. قادني القدر لأشتغل بمطرح أنا كنت شاهدة فيه يعني. أنا كنت مثلهم، أنا كنت أكيد مش بالسجن بمطرح تاني، بس كمان عشت مثلهم، ناطرة الأمل، على ناطرة شو بقرر القاضي. قولي لي سؤال، أنت قاعدة كتير في مصر ولا؟ ل 26 شهر. 26 شهر ده؟ يعني ماشية تاني؟ وهترجعي تاني مصر؟ هرجع اكيد. لان احنا للاسف الوقت خلص وهم عمالين يكلموني على الاير بيس ان الوقت انتهى. فانا لازم يبقى لينا لقاء عشان نتكلم عن اللجوء الخارجي والازمات اللي بيمر بيها الشباب المصري، بما انك انت بتلعبي دور مهم جدا. ففي نهايه اللقاء المسج اللي تحبي توصليها او الرساله لمين وتقولي له ايه؟ صراحة الكتاب بيحمل قصص كتيرة من مشوار اللجوء. هو دليل للشباب ليقدروا يعرفوا وين رايحين ويقرروا اذا كانوا بيقدروا بكفوا او بيقدروا، يعني خيار لهم، بس على القليله نعطيهم معلومات يعرفوا حالهم وين رايحين. بالنسبه للكتاب رايعه رح يعود لمركز سرطان الاطفال. يعني هو مش بس مساعد للشباب، هو كمان حيكون معين لاطفال عندهم وجع بحياتهم، ونحن حنحاول من انتاج الادبي انه نقدر نساعد اكبر كميه من شبابنا، نعطيهم الامل لحتى كل شجره تكبر بالارض اللي طلعت منها. لارا بسرعه بعد اذنك تحبي تقولي ايه في نهايه اللقاء؟ انا بس بحب اقول انه ان شاء الله الله ميرسي لكم على اللقاء اليوم. وكمان بدي اقول انه بتمنى لمصر اجمل مستقبل وشباب مصر وكمان الاولاد اللي كانوا مثلي كمان يتحسنوا ويصيروا احسن واحسن. ان شاء الله. سونيا بوماد الكاتبه اللبنانيه، شرفتيني ونورتيني وبتمنى لك التوفيق وكل سنه وانت طيبه وميرسي ليكي. لارا عازفه البيانو، ميرسي ليكي والحمد لله على سلامتك، وان شاء الله من احسن لاحسن. شبابنا ومشاهدينا في كل مكان، بنأكد على حضراتكم ان ابتداء من الاسبوع القادم برنامج شباب على الهوا هيبقى مواعيد وجمعه سبت حد 2 من الساعه 5 للساعه 6، والاعاده من 2 ل 3 صباحا. وبنأكد مره ثانيه ان احنا هنبقى اجازه اول يوم وثاني يوم العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبقول للساده المشاهدين السلام عليكم.